كل سنة وانتم طيبين أصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في الشتا ده والبرد ده؟ طبعا الشتا ده مش عايز غير شوربة العدس عشان تدفي. عملنا النهاردة شوربة العدس، ما صدقنا بقى الجو بيمطر قلنا نعملها. معايا هنا كوباية عدس مغسولة ومتصفية، ومعايا هنا عدد 2 جزر متقطع شرايح، ومعايا هنا بصلاية متوسطة متقطعة برضو قطع، ومعايا 3 فصوص توم، ومعايا هنا بطاطساية وسط متقطعة مكعبات، وعدد 2 طماطم. هقلب كله في بعضه، وهنزل عليهم بقى بمية سخنة. هنزل عليهم بكوبايتين مية سخنين، هقلبهم كده، وبعد كده هنرفعهم بقى على النار. هنضيف لها بقى التكاية الجميلة، نص معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة، مش معلقة، نص معلقة صغيرة. هقلبها كده فيهم، ومجرد ما تقلب شوية بس على النار، يعني قلبتين كده، وتبدأ بقى العدس يتشرب المية، ههدى عليه، يكون لسه فيه شوية مية، ههدى عليه زي ما انتم شايفين كده. هو يعتبر لسه فيه مية من تحت اهي. هسيبه بقى على نار هادية عشان الحاجات اللي فيه تستوى. قلنا عدد 2 جزر، وقلنا بطاطساية وسط مقطعة مكعبات، وطماطميتين، وبصلاية متقطعة مكعبات، و3 فصوص توم صحيحين. هنا بقى طبعا استوت معانا اهيتي، هضربها بالهاند بلندر، انتوا تقدروا تضربوها في الخلاط، هتستنوا عليها لما تبرد وتضربوها في الخلاط. انا بقى هضربها بالهاند بلندر، وبعد كده هضيف لها شويه ميه وهصفيها. تمام كده بقى. انا جبت الحله اللي انا المفروض هسويها فيها، هصفيها. طبعا انا بصفيها عشان لو في اي تكتلات لسه، لو في حاجه لسه مستوتش، وكمان علشان قشر الطماطم لازم تكون متصفيه كويس. طبعا بعد بقى ما اصفيها هزود لها بقى ميه سخنه، انا غلياها. هي طبعا القوام بتاعها كده تقيل، فانا هضيف لها ميه سخنه انا غلياها، هقلبها كده، وهدي لها بقى رشه سكر. هديها بقى يعني معلقه سكر صغيره. طبعا السكر انتوا عارفين انا دايما بدخله في الاكل بتاعي علشان الحموضه. معلقه سكر صغيره هقلبها فيه كده، ومجرد طبعا الشوربه بتاعتي بقى ما تبدا تقلب هنزل بالملح بقى والبهارات. طبعا انا مش هتكلم عن اللون بتاعها، انتوا شايفين اللون قدامكم عامل ازاي. هنا طبعا بدات تقلب اهي، هضيف بقى الملح وهضيف البهارات بتاعتي. طبعا الملح بقى حسب الرغبه بتاعتكم، على حسب ما بتحبوها ايه. اديت بقى رشه بهارات مشكله، وربع معلقه قرفه صغيره، ورشه روزماري. الروزماري معاها بتبقى جميل. هنحط بقى ورقتين لورا، ورشه جوز الطيب. رشه جوز الطيب مع الروزماري بتخلي شوربه العدس جميله. تمام كده. هنسيبها بقى تقلب. هنا بقى مجرد لما قلبت طلعت بقى المفروض اللي ده ريم اللي على الوش لازم نشيله، لان لو مشالش هيخلي شوربة العدس فاتحة، فلازم طبعا نشيله. حاولوا ان انتوا تشيليه كله علشان ما يخليش بمعنى اصح شوربة العدس تبقى لونها مجرب كده. هنديها بقى طشة التوم الجميلة. بشرت 3 فصوص توم، وصفرتهم في 3 معالق زيت، ونزلت بهم على شوربة العدس. طبعا شوربة العدس ما تحلاش من غير طشة التومة.
طبعا انا في الخطوة دي قسمت شوربة العدس لاتنين، لان عندي في بيحبها بالشعرية وفي بيحبها من غير الشعرية. تقدروا تحمروا شعرية وتضيفوها ليها، ولو عايزينها كده سادة كده مفيش مشكلة. طبعا انتوا شايفين اللون بتاعها جميل ازاي، وشايفين التقل بتاعها حلو ازاي. انا حمصت هنا بقى شوية عيش، لان شوربة العدس ما تحلاش من غير العيش. حمصنا شوية عيش كده، جربوها وهتعجبكم. واللي لسه اول مرة يشوفني ياريت يعمل له متابعة، ولو عجبكم الفيديو ياريت تحطوا اللايك الجميل بتاعكم. وهسيبكم بقى مع لون شوربة العدس الجميل ده، وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد.